شايب عمره 70 سنة، قال يا شيخ تعرف ولدي فهد؟ قلت نعم. ونعم؟ قال لي والله يا ولدي إنه نعم، أسأل الله أن يقبضني قبله، لأنه لو قبضه قبلي أخشى أن يبين فيه خلة، أخشى من أن أقول شيئا يغضب ربي من حبه له. لما ما الجديد في حياة فهد؟ قال ركبني ويمه الأسبوع الماضي ثم بكى، ثم وذهب بنا إلى شرق الرياض، شحي من أقصى أحياء الرياض شرقا. قلت نعم. تتمشون؟ قال لا يا شيخ، ودانا قبل المغرب بنصف ساعة، ثم وقفنا عند جامع حجر وفيه دار تحفيظ وفيه ما شاء الله مدرسة قرآن. إذا قال يا أبوي اقرأ لي على الباب، فرفعت رأسي إذا اللوحة مسجدي ومسجد أمه. كان من عامين يبني مسجدا لهما في شرق الرياض، والله أعرفه ليس من أكثر الناس مال، لكنه وضع قرار. بيته كان شعبي، قال قراري الأول أبني لله بيتا ثم أجعل أجره لأبوي، والله ما أبني لله بيت إلا يعيني على بيت عيالي وبرهما. قال فبكيت، والله ما قدرت أنزل من المسجد يا شيخ، وكان الجامع فيه محاضرة، وكان هذه الصلاة أول صلاة فيه، مسجد أمه وأبيه والديه. قال فصليت يا شيخ، سجدت، وكل صلاتي يقول يا رب حجز لي عندك بقعة في الجنة، اللهم لا تريه النار يا أكرم الأكرمين، يا رب حرمه عن النار، كما أنه قدم لي لك بيتا يريد أن يبنى له به بيتا في الجنة. إنه البر يوم أن يكون الإنسان حياته لأبوه وأمه،